عليكم. وصفتنا تاع نهار اليوم هي كيكه الخوخ بالكراميل. اول حاجه في هذه الوصفه واش نديرو، نجيبو كاسرونه نحطو فيها كاس تاع السكر، نحطو فوق نار هاديه ونخليه حتى يذوب كامل السكر. بعد ما ذاب لنا السكر هنايا نضيف له 3 ملاعق تاع الماء. نحضر حتى تولي عندنا كراميل سائله. وجدوا المول اللي راح نديرو فيه الكيكه، كل واحد واش عندها في الدار. ندهن المول تاعي بالزبده. وعندنا هنايا انا عندي هنا الخوخ تاع العلب، تحبوا ديروا الخوخ طبيعي ولا الخوخ تاع العلب. هنا ندير حتى نكمل كامل الدائره، نستفوا بهذه الطريقه كامل. هنا بعد ما ذابت الكراميل ندفق فوق الفرخه كامل فوق الخوخ نتاعنا بهذه الطريقه. هنايا نخلو المول تاعنا بجنب ونروحو نخدمو الكيكه نتاعنا. نجيبو ريسيبيون، زوج حبات تاع البيض، ندير شويه تاع لافاني وقرصه تاع الملح، وندير نص كاس تاع السكر ونطلعهم بالباتور. هنا عندنا ربع تاع الزيت، حوالي 5 مغارف تاع ماكله هكذاك تاع الماكله زيت. اللي ما عندهاش ما تعرفش العبر مليح دير 5 ملاعق تاع اكل زيت. وشنو ندير بالعقل وانا نطلع فيه. باش نضيف لها ربع تاع الحليب، نديرو كامل ونخلط. عندنا كاس تاع فارينه نضيف له باكي واحد تاع لا ليفور، وندير بشويه ونخلط. نشوف القوام تاعها، القوام تاعها راه مليح، تجي خفيفه شويه. نفرخها في المول نتاعنا. هنا نحطها في الكوشه، نكون سخنتها من قبل ونخليها تطيب. لها من الفوق قلبتها مباشره، غير نخرجوها نقلبوها في البلات تاعنا ونديكوريوها من الفوق. التزيين على حسب الذوق. انا الحمد لله هنا حبيبات تاع الجوز. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم اللي هي كيكه الخوخ بالكراميل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. سلام.